تصريح خطير من المدرب الأسباني بيب جوارديولا يفاجأ المنتخب المغربي بعد الفوز على المنتخب البرتغالي ويتغنى بهذا اللاعب المغربي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطر أفواهك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد وصول المنتخب المغربي إلى قبل نهائي كأس العالم لمواجهة المنتخب الفرنسي بعد فوزه على المنتخب البرتغالي، فقد صرح المدرب الأسباني بيب جوارديولا وأدلى بتصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية منذ قليل، وقال: دائما كرة القدم تحترم أي منتخب أو أي فريق يلعب بروح قتالية ويبذل لاعبوه الإصرار والتحدي من أجل الفوز، وهذا ما حققه لاعب المنتخب المغربي ومدربهم وليد الركراكي، الذين أثبتوا للعالم أن كرة القدم ليست بالأسماء ولا التاريخ. فماذا فعلت الأسماء والتاريخ مع منتخبات مثل بلجيكا والبرتغال وأسبانيا؟ وماذا فعلوا أمام المنتخب المغربي الذي كان يعتبره البعض أنه الأضعف في هذه المجموعة؟ وبعد ذلك تصدر هذه المجموعة وفاز على كبار أوروبا مثل بلجيكا والبرتغال وأسبانيا. وأعتقد من الوارد جدا أن يفوزوا على المنتخب الفرنسي الذي أعتبر أن نقطة ضعف المنتخب الفرنسي هو الدفاع، وعلى العكس تماما فالمنتخب المغربي لديه دفاع صلب للغاية وهو أفضل دفاع في هذه البطولة، فلم يتلقوا سوى هدف واحد فقط. وأعجبني جدا حكيم زياش الذي أعتبره أفضل لاعب في هذه البطولة حتى الآن مع ميسي، فأنصح حكيم زياش إذا كان يريد اللعب بشكل أساسي فعليه الذهاب إلى مانشستر سيتي. وفي النهاية أريد من الجميع أن يدعوا معي للمنتخب المغربي. اللهم انصر المنتخب المغربي على المنتخب الفرنسي. اللهم اجعل مرمى المنتخب الفرنسي مليئا بالأهداف المغربية. اللهم اجعل مرمى المنتخب المغربي سدا منيعا ضد كيليان مبابي وزملائه في المنتخب الفرنسي. اللهم احمي لاعبي المنتخب المغربي من العين والإصابات واجعلهم يدمروا المنتخب الفرنسي تدميرا. اللهم انصر العرب والمسلمين والأمازيغ في هذا المونديال من أجل الحلم الكبير بالفوز بكأس العالم. اللهم آمين يا رب العالمين. وفي النهاية لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.